وبركاته. أهلا بالإخوة في هذا اللقاء الصحفي للناخب الوطني السيد بدر الزكي. هذا اللقاء الذي يأتي على هامش المباراة الرسمية التي سيجريها المنتخب الوطني المغربي بديار ساو تومي أمام منتخب ساو تومي الخمسية يوم 5 سبتمبر على الساعة 3:30 بتوقيت جنسي. إذا قبل أن نتيح الفرصة للنقاش أذكركم باللائحة التي تمت المناداة عليها وتضم 25 لاعبا، وتم عدم حضور اللاعب المسعودي أحمد نظرا للإصابة، إذا تعذر عليه الحضور إلى المعسكر. إذا نبدأ بالأسماء ويتعلق الأمر ببونو ياسين، منير الحمدي، البرهادي الأمين، شكير عبد الرحيم، مانويل داكوستا، والحاج محمد، عبدالغني محمد، كرام نجيب، العدوى عصام، أشرف البعث، شقيق فؤاد، أحمد كريم، أشرف رشدي، عبيدي منير، الدميدير جمال، سعيدي أسامة، أمراض نور الدين، القادري عمر، سعدان مروان، شحشوح عاطف، يزور محسن، بوديني محمد، العربي يوسف، وأخيرا داوود ياسين. إذا اللائحة تضم 24 لاعبا. إذا نفتح باب النقاش. إذا لفتح أسئلتكم المرة ذكرا للبرق والاسم قبل طرح السؤال. إذا نبدأ. سي بدر الزكي، مساء الخير. خليل ابو خليل اذاعه مدينه عكا. غير بالنسبه للسؤال الاول ديالي، وهو بالنسبه للغيابات اللي عرفتها اللائحه ديال المنتخب الوطني، مجموعه من الغيابات، خصوصا ما غاديش نذكر بزاف، ونذكر ربما غير الاسمين ديال الشماخ وديال خرجه ما كاينينش في اللائحه، ممكن نعرفوا الاسباب. بالنسبه للسؤال الثاني، عرفنا مجموعه من التقارير الاخباريه على انه مدى صحة هذه التقارير، لأن هناك من يشتغل مع بدر الزكي في إعداد هذه التقارير، وإذا كانت فشنا هي ربما حسيت معنا أنه مديح أنه التقرير على المباراة الأخيرة عن طريق ساو تومي، واش هذه المسألة صحيحة؟ هذا سؤال. بالنسبة آخر سؤال، وهو الحارس المحمدي، كان في وقت من الأوقات أنه تم المناداة عليه، ولكن سمعنا أنه جاء تقرير طبي باش ما يلعبش، باش ما يلتحقش بالمنتخب، وثم بعد ذلك شفنا لعب مع الفريق ديالو. فكيفاش ممكن بدر الزكي يفسر لنا هذه القضيه؟ واش كان عنده تدخل في هذا الامر، وكيفاش يتعامل مع مثل هذه الحالات؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول بالنسبه للسؤال تاعك الاول ديالي، بالنسبه للسؤال الاول ديال عدم حضور الشماخ وخرجه، الشماخ لانه مصاب من موسم الفريق لحد الساعه باقي ما باش تاع التشكيله الرسميه ديال الفريق ديال كريستال بالاس، يعني اعترفوا مبرر بان عدم جاهزيه، وكذلك باقي مواجهش. بالنسبه للخرجه، فالخرجه مازال في مفاوضات مع فوروق لحد الساعه باقي ما تلحق اي فريق، ما يمكنليش ينادي على لاعب باقي ما عندوش فريق. هذا من جهه. من جهه السؤال تاعك الثاني، بالنسبه للتقارير،
عليكم. مدير قائد منتخب ونات. تم الاستدعاء ديال سفيان بوفال في التشكيله الاوليه وتنلاحظوا الغياب ديالو في التشكيله الاخيره. شي تيقول رفض، شي تيقول زيد ما عيطت عليه، اتصلنا به جاي تيقول لنا ما عرفتش، وتيقول سولو السي بدو اللي عندكم اخبار على سفيان بوفال الغياب ديالو علاش ما كاينش في اللائحه الاخيره. شكرا. ولكن نصوركم ثاني ايش اللائحه الاوليه؟ كيف الاوليه؟ وقع يطالي ومن بعد وقع داك الشيء اللي وقع. شنو وقع؟ تزوجت وحنا نعرفوا شنو وقع بالضبط. لا غير قلت احنا ضعيف ضعيف. لا اللائحه الاوليه استمرارا للامور اللي كانت بين الدور والطموح والحلم تاع الاستمراري باش كله يلعب على المنتخب المغربي. وكذلك استدعينا قبل المباراه ديال الليبيا التي مع كامل الاسف كان مصاب الدرداء وكان دكتور دار التقرير وتبين فعلا بانه مصاب رغم الاصابه تاعو ما كانش لاعب قلق، ولكن دار الدكتور بيلسي ضمن الابعاد تاعو باش ما ناخذ الريسك بالنسبه للمستقبل تاعو او المباراه الجايه او بالنسبه للموسم الجاي. ملي بدا مع الفريق تاع هذا الموسم كان عندي اتصالات وخاص السيدات تاعو مع الفريق ديالي، كانت امور عاديه. حتى في المباراه ديال باريس سان جيرمان بدات سوكا اتصلت بي والامور غادا عاديه. ملي صوبت لي صيفط لا ليست اوليه ما كنتش بصراحه بالهاتف تاعي كنا الكوتش غادي ندوي معاك بكل صراحه لان خديت لا ديسيزيون بروفيت مازال خصني الوقت. ما بغيتش باش نهضر كاع على هذا دونك ما كنتش ميم با الهضر ومع الحالة السلوكات لا محل لنا تاع. لان اولا نقلب على اللعب ونقلب على الظروف، ما كنبقاش نلعب كيسو بطولة ناسيونال ومازال كيفكر. هذه بالنسبه ليا وفات فقط من الحسابات ديالي. اتصل بالرئيس قال الرئيس انا ما واجدتش باش نلعب باقي ما تستاهلش. قال الرئيس ماشي نتبع هذا الخصائص هذا الاختصاص للمدير ولا تاع كل مسؤول يعني كيبان في لاعب باقي ما عرفش باقي بالك العينه اللاعبين ما كانت في دراسه لا المنتخب تاعها ولا محل تاعها بالنسبه لي. سؤال آخر. السلام عليكم سي زيدي. بغيتو السؤال اللي عندي هو حول لاعب الفوت ما حضرش المقابله ديال ليبيا ولا ما حضرش المقابله المجيه ديال السلطنطي. ما هو السبب ديال الغياب ديال اللاعب مع ان اللاعب كاين الرصيد الفريق الوطني. السؤال الثاني حول اللاعبين اللي هما يعني نقولوا عايشين في اوروبا يعني وتزادوا في اوروبا وكبروا في اوروبا، واش يمكن بزاف يتعامل مع العقليه ديالهم يعني بحال هذا اللاعب اللي هو خدا يعني بروفيتا ديسيزيون واش اياه ولا لا، يعني واش ما
السلام عليكم. سي بدر الزكي، حصان عسكري، جريدة الأحداث المغربية وراديو المثل. سي بدر الزكي، يعني نلاحظ بأن هناك ربما بعض اللاعبين هذا الشيء شاركوا سعيد هذا، بعض اللاعبين اللي ظهروا في بعض الأندية ديالهم خصوصا في بداية الموسم، اللي كان ربما كيشكلوا بعض العناصر داخل المنتخب الوطني، لكن اليوم تم الاستبعاد ديالهم، ولكن ظهروا في بداية الموسم، ربما نهاية الموسم الماضي بداية الموسم، ظهروا على أنهم لاعبين يمكن لهم يحملوا القميص الوطني ويعطيو الإضافة. باش ما كتفكر أنك ربما على الأقل في المقابلات المقبلة وهذا تستدعي بعض اللاعبين أمثال مثلا بالهندا، أمثال مثلا الكوتاري بالرابع، لائحة طويلة. السؤال الأول. السؤال الثاني، بدر الزكي، قراءتك للمقابلة المقبلة مع فريق صوتون. شكرا. شكرا.